بدرية طلبة لو هعتذر أعتذر عن طريقة الكلام اللجان والخرفان والذباب الإلكتروني أشتمه بكل ما أوتيت من قوة. كشفت الفنانة بدرية طلبة كواليس الأزمة الأخيرة التي تعرضت لها بسبب مقاطع من حديثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت بدرية طلبة خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين عز عبر برنامج كلام الناس المذاع عبر قناة ام بي سي مصر: أنا ست بيتوتية ولا بخرج ولا عندي صحاب ومليش في التطبيقات واللايفات لحد ما قالوا لي تيك توك مسلي وكويس. طلعت ولقيت الصحاب وبنطلع مع ناس معينين باحترامنا نسمع أغاني وشعر وابتهال ديني ونجيب الموهوبين ونطلع معاهم. ومؤخرا بنطلع ضيوف مع رجال اعمال تختار ناس تطلع عمره ويجهزوا عرايس. يعني انا مش موجوده لمجرد تسليه وبطلع بجلابيه البيت وقاعده ببيتي مع اصحابي في بيوتهم. قمنا لقينا زميله عندها مشكله اننا بنتاجر في الاعضاء ليه يدخلوا عندي او يدخلوا عندي ويشتموني. وطبعا وفاء عامر كل التحيه لها، اختي وحبيبتي وست الستات. وردا على سؤال لماذا تعرضت هي تحديدا لهجوم على السوشيال ميديا، قالت بدرية طلبة: علشان كنت بطلع مع وفاء، ويمكن عشان معروف عني اني مش بسيب حقي ومش بسكت لو حد شتمني او يشتمني او يشتم زميلة ما ردش ليه ودافع. اوضحت بدرية طلبة انها اعتبرت الهجوم عليها موجها من قبل لجان الكترونية، قائلة: دخلوا لي بشكل لجان وعرفتهم من تعليقاتهم واحدة وطريقتهم وهدفهم واحد، والفيديو مختزل منه وانا بقول لهم الرئيس خط احمر واحنا اسياد البلد، وكلامه موجه للي بيشتموني. هو الشعب المصري داخل عندي تيك توك يشتمني؟ ورفضت بدرية طلبة اتهامها بالتطبيل للفنانة وفاء عامر، قائلة: اللي بيطبل عايز يشتغل، انا قاعدة في الفيلا بتاعتي وقالوا بطبل لياسمين عشان تشغلني ووفاء عامر برضه هتشغلني، واي كلمة حلوة في حق زميلة تبقى تطبيل. واكملت: انا لو هعتذر اعتذر عن طريق الكلام، ولكن اللجان والخرفان والذباب الالكتروني اشتمه بكل ما اوتيت من قوة.